هاي بيلبورد عربية، معكن الشامي، حب وحنان. يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. اسمي عبد الرحمن. بيقولوا لي عبود. بس حتى امي بتنادي لي الشامي. مشان هيك ما بستخدمه كثير، فهذا هو اسمي ببساطة، عبد الرحمن. يرفي الدربي قلبي قلبي بلاك بلادا. دائما بيفرحني الشيء الاستثنائي، وبرأيي هذا الموضوع استثنائي بحالتي السريعة. وهذا الشيء إذا بدل على شيء بدل على إنه عندي ناس بيحبوني من قلبهم وعم بيدعموني من قلبهم، وهذا الشيء بيسعد أي إنسان بالكون، مو بس أنا. هتخسرك المياه الكل بجبل عراف بين الجنة والنار. لا اليوم بدنا نعرف خلص. يمكن مو هالقد عميقة، بس لما بديت المشوار بديت من منطلق فاقد الشيء يعطيه، فكل الأشياء اللي أنا كنت حاسس إني فاقدها قررت إني أعطيها. هيك ببلاش، من مشاعر، من حب وحنان. اوكي، بس كيف بلشت؟ يعني كيف الفانز اخذوها منك؟ أنا بقولها كثير، دايما. يعني أي حدا بيقول لي أي شيء، مثلا واحد بيقول لي شكرا، يا بقول له توبشني يا بقول له حب وحنان. فأحيانا أماكن ما بيكون مناسب إني أقول توبشني مثلا، فبقول حب وحنان. فخلص صارت هي البصمة تبع الشامي، حب وحنان. وكيف طلعت بالضبط ما بعرف، بس هي فكرة الحب والحنان مربوطة من كتير زمان براسي، فصرت أقولها مثل إنه عم بعطيه حب وحنان لهذا الإنسان شفويا. أنا وصلنا لبيت بماضي أمرك فيك عالفاضي. كيف بدأت تراكم مشاعر، فراغ بالوقت نوعا ما. ومن أنا وصغير كتير بحب الموسيقى، كتير بسمع موسيقى، وكتير منفتح موسيقيا، بسمع أي شيء. يعني بسمع شعبي، بعدين بروح بشغل تراك لبيلي ايليش، ما عندي اي مشكله. ف بهذا الفراغ اللي صابني بهداك الوقت قررت اني اشتري مايك وبلش. وكيف قدرت اني اكتب ولحن وهندس صوت ما بعرف، بعتقد من كتر تجمع الاشياء يلي عايشتها بحياتي او يلي سمعتها بحياتي، لحد ما وصلت لمرحله اني عم شكل افكار خاصه وموسيقى خاصه فيني بس وهويه لإلي، وانخلقت فكرة الشام ومشروع الشام. شو بتحكي عني ما بعد العادي عادي، تحطني جنبين انا وانا اللي ديب بوادي. الفترة لا، بس توقعت اني اوصل. كان دايما عندي ايمان انه انا بيوم من الايام حكون. وحتلاقي في بعض الاغاني اللي حتطلع بالمستقبل من 4 و5 سنين عم اقول الاشياء اللي انا هلا عايشها. كنت من 5 سنين عم اقول اني انا حعيشها، وبعد 5 سنين انا عشتها. دايما كان عندي هذا الايمان انه انا حصيرها. يا الليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. عمر يا العين. يا ليل ويا العين هي كانت خطة، ما كانت غنية عشوائية طلعت. كنا بدنا نستهدف العمر الأكبر، و وإذا بدنا نستهدف العمر الأكبر ما فيني استهدفه بأغنية مثل بفديكي ديب هاوس، وأغني بهديك الطريقة الأوروبية أكثر أو الغربية أكثر. فقررت إنه أنا ماشي بأول اللحن بالطريقة اللي برا، بعدين بدي أعمل شيء دبكة، لأنه هذا شيء جزء من تراثنا وجزء من ثقافتنا لصيب هذا العمر. يا ليل يا عين كتير كنت انا وعم بكتبها وانا وعم لحنها عم ركز على انه تكون كاتشي، انه تكون تعلق بالراس بدون ما يحس الانسان. كتير صارت مع ناس انه هن ما بيسمعوني وما بيحبوا موسيقتي، بس يا ليل يا عين علقت براسهم بشكل هن ما بدهم اياه. فهي كانت لعبة موسيقية وخطة مدروسة لحد ما انه اعمل تراك بيعلق بالراس ويقدر يصيب. امي مثلا قدرت تسمع هذا التراك، بس صعب تسمع بفديكي. وتفهمت حالة الوطن العربي، عنا تأخر بالموسيقى، فنحن مضطرين انه نكون عم نمشي معهم حبة حبة، عم نفوت لهم الموسيقى تبعنا والمود تبعنا حبة حبة. ومشي حال بيا ليل ويا العين، بس نحن وصلنا للي بدنا اياه، بس ضل نثبت. فالمشروع لسه قائم، ما بعتبر حالي نجحت 100% بخطتي، بس ايه اخذنا اول خطوة، والخطوة كانت كبيرة. وكان لي مجتمعي الخاص اللي هو اللي بسمعه سميتك سما وبفديكي وتشيل وليلى. يا ليلو يا العين هي الغنية اللي طلعت للعلن بعتبر. انا كان في عندي اغاني 50 و60 مليون، مو اغاني ارقام عادية، بس ليش يا ليلو يا العين اللي عملت هالحالة؟ لانه طلعت لجمهور جديد. شوفي نجمك ماما شوفي كان الجو. رح كون متوازن اكثر، لانه ما بدي افقد مزايا مجتمعي.
يلي بيحسوا بالانتماء لموسيقى الشامي وثقافة الشامي. بدي احافظ على هي الثقافة تبعنا، وبنفس الوقت بس بطريقة أكبر شوي، يعني بطريقة مش بس بتخص ثقافة بلاد الشام. حاول قدر الإمكان أتوسع، لأنه أنا إنسان معاشر كتير، وقلت لك موسيقتي تشكلت لأني معاشر كتير، فقادر إني أكون عم بحكي كتير لهجات، قادر أكون عم بكتب كتير لهجات، وقادر أفوت كتير بلاد بعتقد، مش بس كتابيا حتى بنمط الموسيقى، لأن نمط الموسيقى اليوم هي عولمة عالمية، فبتفوت لكل مكان. ممكن التراك الجاي يفوت لفرنسا بشكل غير ملحوظ، لأنه استغربت يا ليلو يا العين فاتت ترند 1 ألمانيا والسويد دنمارك، شفت قبرص. شغلات كثير وصلت للعالم خلص. شغلات كثير كانت غريبة. فإذا كاركتري وموسيقتي قابلة إنه تكون عالمية، فعم بشتغل على هذا الموضوع. أنا اللي بيت بماضي عمارك فيك عالفاضي. اوكي، مش كثير نرجع لموضوع الاستثنائية. حالتي شوي استثنائية، وحالة السوريين شوي استثنائية، وحالة البقعة الجغرافية اللي احنا عايشين فيها كلها استثنائية اساسا. يعني هلا فيك تقولي لي عن عائلة من المكان اللي انا طلعت فيه متجمعة بمكان واحد؟ مستحيل. فيك تقولي لي حدا من السوريين عايش 10 أو 12 سنة برا بلده وما عنده أزمة انتماء؟ أنا كبرت بمكان ببلد ما تقبلتني يمكن، او ما حسيت بالانتماء لها، وبلدي ما بعرفها 100%. طلعت منها عمري 9 سنين، ورائي ما بتسمح لي فوت لكتير اماكن، وعندي هي ازمه الانتماء تبع انا لمين، انا وين، انا شو بدي اعمل هلا. ف هي 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 اللخبطه اللي خلقت المشروع كلياتها اساسا، هي الاستثنائيه برايي. اما لو كان عن جد، لو كانت هي الحياه اعتياديه، شو بكون ضفت؟ صح. كلهم بيغنوا عن الحب، كلهم بيغنوا عن الشوق، كلهم بيغنوا عن الفراق بنفس الطريقة الكلاسيكية المبتذلة الاعتيادية اللي انفجرنا منها. أنا آسف. فصار بدها عن جد شوية لمسة حقيقية باللهجة الجديدة. الجيل الجديد صار عنده اللهجة جديدة، حتى المزح تبعهم صار جديد. لما نلاقي حدا فنان عمره ما بعرف، بغض النظر بس انه ما اوكي اكيد عم بيعمل موسيقى كتير حلوة، بس ما حيكون عم يستهدف 100% هذا الجيل، انه صار عنده طريقة جديدة بالتعبير، لهجة جديدة بالتعامل مع بعضه. نحن بنفهم على بعض، اللي عمره 20 سنة و25 سنة انا فهمان شو عم بحكي، شو عم يحكي، وهو فهمان انا شو عم غني. في علاقة وطيدة بجيلنا صارت تشكلت. يمكن مو انا اللي عشت، يعني يمكن لانه خلقت ببيئة حزينة. يمكن انا ما اكون حزين 100% هالقد، بس خلقت ببيئة حزينة، خلقت ب ب ب عم نطلع لبلد عم نظبط فيها اوراقنا، اجى زلزال مضطرين ننقل لمكان تاني. هي الحياة اللي انا دائما كنت عم عيشها، وانا مالي حاس فيها 100%. انتبه انا كنت صغير، بس كنت احس بابي قديش، فهمتي؟ هي المشاعر اللي بتغبيها من الناس اللي حواليكي، فتتغلغل فيكي، وبنفس الوقت ما فيك تعبري عنها لانه هي مو وجعك 100%. فبتلاقي لها صيغة تانية، بتصيغيها بطريقة تانية لتطلعيها بالموسيقى. وهذا الشيء اللي صار حرفيا. يعني احيانا بكون عم بحكي عن شيء مو 100% لي، مثل غنية ما مليت قد ما هالوجع هد كتاف. انه احيانا بكون عم بقصد ابي مثلا، التجربة اللي عاشها شخص عاش كل حياته عم بيأسس ببلد ومضطر يأسس ببلد تاني، بغض النظر عن التفاصيل. بس عم لك كل هذا المشروع مبني 100% عن تفاصيل حقيقية نحن عشناها، أنا عشتها، تقريبا 80% من جيلي عاشها. وإن كان مو بنفس الدقة بس بنفس الروح، بصيغة تانية. واحد تغرب بدون أهله، واحد تغرب مع أهله، واحد مضطر يبعث لأهله إلى آخره. في هي عشوائية الحياة واللا انتماء. جعل حرب العيون بكون أو ما بكون من دونه. أنا مو مع فكرة الحياة وردية، والحياة ما لها سوداوية. هي وسطية بكل شيء. أحيانا بيكون في لما بكون حاسس بالحب والمشاعر حغني لليلى وأنا حاير وين أضمها، ولما أكون حاسس بالحزن حغني سميتك سما. ليلى 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 ليلى، أنا حاير وين أضمها، صرت الحزن من قلبي يمها. وهي هذا الشيء اللي حبب الناس فينا نحن الجيل الجديد، لانه عم نكون اقرب، لانه عم بيحسوا اللي عم نحكيه حقيقي. لما عم يفوتوا على اللايف لعنا على الانستغرام، لما عم يفوتوا على الستوري عم بيلاقوا انه هذا الانسان
مش بعيد عن الموسيقى اللي نحن عم نسمع له اياها، هو نفس الحدا. وبرايي احدى اهم اسباب النجاح هذا الشيء اللي صار. سميتك سما ما بيناسبك الا نجم، مطرت الانا رافت الادياء مني. ما كانوا مأذيين، بس لا ما كانوا داعمين. اخذت كتير وقت اقدر اوصل وجهة نظري، لانه نحن نرجع للحالة الاستثنائية اللي نحن فيها، بدنا ضمانات. ما في وقت انك انت تكون قاعد ببيتك، ما عندنا هذا الاستقرار، ما عندنا هي الحرية لحتى انت تقعد سنتين ثلاثة من حياتك بس عم تعمل موسيقى. ما عندنا قادرين نعطيك هذا الدلال، فقوم اشتغل. فانا كنت مآمن بانه بيوم من الايام حيزبط هذا الشيء، فايه عانيت شوي لوصلت الفكرة، واضطريت اعمل اكثر من شغلة مع بعض انا وعم بعمل موسيقى، واضطريت اتعلم اكثر من شغلة مع بعض بالموسيقى لحتى اكون عم بعمل الشيء اللي بدي اياه. بالضبط. ضيعم علي الحروف اخشو مشتاق لوجودك والطف حوالي روحي. لا الحجة والحجة امورهم كثير رايقة ومبسوطين فيني، وما خيبت ظنهم الحمد لله. بتشريدي بتشريدي ما خلتني نام. عندي غنية صبرا اللي هي حتكون بتصيب الكل نوعا ما، غربية أكتر من يا ليل ويا العين. بس حسيت إنه بدي غنية شوي أتقل للعمر الأكبر، فعملت بس ما تفل. رح أعمل خطوة جريئة إنه حنزل التنتين، وعندي ثقة إنه كل وحدة حتصيب جمهور. ما بعرف كيف حيصير هذا الموضوع 100%، بعدنا عم ندرس وعم بشتغل كتير منيح وعم بجتهد على هذا الموضوع، بس متأكد إنه بس تكمل الفكرة اللي براسي كل غنية من هاي الأغاني حتصيب جمهور، وحيكونوا مختلفين تماما عن بعض. صبرا مش كتير بعيد جمهور عن اللي شكلته بيا ليل ويا العين، إنما حتثبته أكتر، بس ما تفل حتصيب جمهور جديد مختلف كليا. برسم وجع قلوب الكون على النطاح. بس ما تفل بتحكي عن حب من طرف واحد وعلاقة بالمطلق ما حتزبط، بس أنا حاسس بمشاعر بدي أعبر عنه. اوكي. حاسس بحب بدي أعبر عنه، بس هو الفكرة مش بالموضوع، الفكرة كيف طرحت الموضوع وكيف انصاغ. مثلا إحدى الجمل اللي بقول فيها بما معناه معروف لاجئ لوطن ضلوا ما تفل، ما شافوا اللي شفته أنا، ما عرفوا بعيونا بلد، بلجأ أنا بقوى وما لك غير الكل. بما معناه بظل هذا الشخص يلي ما حاسس بالله انتمائه وإنه ما عنده بلد، هو قرر إنه لما قرر بده يلجأ لحدا أو يلجأ لعيون حدا، لا غير متاح أساسا. فعم بحكي عن هي الكسرة اللي صابتني، شعور الوحدة، وإنه هذا الشخص ما ممكن يكون معي بالمطلق. عم بحكي فهذا موضوع بس ما تفل بطريقة كتير غير كل شيء عملته بحياتي. حلو. كتير 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 غير، ما بشبه شيء عملته أنا. ثالثة حتكون لهجة مصرية، كلماتي وألحاني ما بعتقد حتنزل مع صبرا وبس ما تفل بهالقد قريب، لأنه كتير بدها شغل. بس اكتشفت إنه بعد يا ليل ويا العين صبت فئة كبيرة من المجتمع المصري وحابين، وقررت إني أعمل شيء هيك إلهم، لأنه هن صاروا موجودين عندي، فقررت إني أعمل شيء إلهم، إن شاء الله تنجح هي التجربة. لا بيجف الشوق فينا لم نكتفي ولن توب. ايه بصراحة انه بالوقت مناسب، بس اكيد في تعاونات مع المغرب العربي، في تعاونات مع اوروبا. بيحكوا عن صبري حجموني بشي 20 يوم. اوكي، لانه نحن بعصر السرعة، وقلت لك ويمكن بعد ما قلت لك فنانين جيلنا كثير اسرعوا بالظهور عموما، وهي غلطة لا ينلاموا عليها، بس لانه هي عصر السرعة وهيك عم تجي، ونحن ما لنا اكاديميين، نحن ما لنا مهيئين 100% للمسرح. نحن شباب موهوبين عم نشتغل بالفطرة، عم نكتب ونلحن ونشتغل، بس تجي الحمد لله حققنا نجاح، تجي تكمشني وتحطني بمسرح قدام 10,000 شخص، لا ما حتلاقيني مثالي، يا اما انطرني. فانا قررت انه لا، حاشتغل على الموضوع وحكون انسان دارس 100% ظهوري وشو بدي اعمل على المسرح واطلع لكم. وخلصت فعلا هذا الشيء، ب 16 الشهر الجاي عندي حفلة. وين؟ بلبنان. يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوي.